فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جميل لنا ولكم معطر بالقرآن وبذكر الرحمن والصلاة والسلام على خير الأنام. أهلا بكم غالياتي، إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو وانتم في صحة جيدة راضيات مطمئنات. نرحب بكم غالياتي ونرحب بالمشتركات الجدد اللي راهم كل يوم يدخلوا القناة ونقول لهم أهلا وسهلا بكم، وإذا ما فعلتوش الجرس فعلوه باش يلحقكم كل جديد. بلا ما ننسى مشتركاتي ووفيات حبيباتي اللي فريمون ابهروني بلي كومونتير تحمل راقيه. تقدروا تقولوا رجعت نعرفهم بالاسماء، وفي اخوات نعرفهم باسماء والمنطقه اللي راهم منها. من بعد حبيباتي راح نذكر بعض الاسماء تاع مشتركاتي الوفيات تقديرا ليهم. اليوم البنات جيتكم بروتين تاع نهار برد قارس، نهار ما خرجناش من الدار، نهار الماكله سخونه والتبربير. الجو اليوم البنات كاينه الشمس مي الجو بارد بزاف تعرفوهم تبالي الايامات هذو. بديت لكم بتحضيري لفطور الصباح، مع بديت بعد هاك تشوفوا الحليب كيفاه. شكون فيكم اللي تقعد تعس في الحليب النهار تغفل عليه دقيقه ولا ثانيه، نقولوا ثانيه يصيح. قلت لكم البنات بديت نحضر الفطور للعائله. بالمناسبه راح نرد على واحد لي كومونتير اللي سقساوني على التوستر ولا غريبا ولا كيما نقولوا حنا محمصه الخبز اذا مليحه ولا لا. انا اللي عندي البنات الماركه تاعها موليناكس، هذا شحال من عام وانا وهي عندي. تحمص الخبز فيها 6 مستويات، يعني المستوى اللي حبيتوه كيما شفتوا هذاك الخبز اللي بان محروق هذاك هو المستوى الاخر، يعني المستوى السادس. انا دائما يعني نحمصوا بالمستوى الرابع. هذا الخبز اللي تشوفوه الاخر هذا لا كولور تاعو ما جاتش يعني بيضاء وما جاتش حمراء بزاف. انا رايي فيها مليحه براتيك، اللي يحبوا يحضروا ليه الفطور خير ما مثلا نشعلوا الفور، والفور راح يطول باش تسخن، وكل وحده ورايها. وبالنسبه للبنات اللي سقسوني على هذو لي بوكو اللي وريتهم في المشتريات، بالنسبه للسعر اللي راني ذكرته في الفيديوهات اللي فاتوا، يعني في الفيديو هذاك تاع المشتريات، اما واش نحطوا فيهم نقدر نحطوا فيهم كل شيء بيسكو الفم تاعهم جاي واسع. بار اكزومبل لي غاتو ساك، الفارينه، السميد، المكسرات، كل شيء. انا يا اخي شفتوني شريت الصغيره والمتوسطه برك، والكبيره ما شريتهاش ولا غير لقيتهم كل حسنه. ومادام البنات جبت الفيديو تاع المشتريات اللي عجبكم تقريبا كامل، يعني تعليقات 99% كانت ايجابيه. برك يا اخي تعرفوا الناس، كاين ناس مرض قلبي هذه كامل نعرفوها. مي التعليق اللي دوخني واحد التعليق ولا ما زلت شافي عليه لحد الساعه. تخيلوا واش كتبت لي هذه المخلوقه ولا ما باليش شكون. كي قلت راني نوجدوا رمضان ان شاء الله ربي يدخلوا علينا بالصحه والعافيه، كتبت لي ان شاء الله يجي رمضان وما يلقاكش. يعني حرت في الدرجه الكبيره من المرض هذا القلبي اللي وصلوا ليه بعض العباد. تتمنى الموت لشخص ما تعرفوش، ربي يهدي ما خلق. انا ولا ما اثر عليا البنات هذا التعليق، مي خلاني حايره في هذا الاصناف تاع البشر. كي جبدنا البنات رمضان ربي يلحقنا ليه ان شاء الله على خير. حضرت لكم واحد الوصفات والتدابير راح نحطهم في واحد السلسله نتاع تحضيرات رمضان، وانتم البنات قولوا لي كش ما بديتوا تحضروا ولا كيفي مازال. هنا كي كملنا الفطور سبقت في هذو الماء غسلتهم، خاطر لافيسيل راهي معمره وراهي تغسل، وهذو قلت نغسلهم بيدي هكذا باش ما يتراكموش فوق البوطاجي.
خلي الناس في حياتك على راحتهم. اللي يبغى يسأل يا ميت أهلا وسهلا، أنا كمان هسأل. اللي يبغى يقرب ويجي يقعد معي ونسولف وننبسط، لك أحلى سوالف. اللي يبغى نطلع ونتمشى ونتعشى ونعيش أحلى الأيام، لكم أحلى جو. واللي ما يبغى يسأل الله عنه ما سأل، في حفظ الله. واللي ما يبغى يجي ويستمتع وينبسط معي، لعله مستمتع ومنبسط في مكان آخر، وأنا عندي 1000 من يمتعني و1000 من يبسطني. اللي يبغى يصاحبني أنا ونعم الصديقة، واللي ما يبغى يصاحبني الله يحفظك ويحفظني. ما في داعي أبدا لسوء النوايا، ولا في داعي أبدا لكثر التحليل والشك والتبرير والعتاب والجدال. اللي بيغى قربي أهلا وسهلا، واللي ما يبغى بحفظ الله مع السلامة. كيما شفتوا البنات جوزت على كويزينيير باش ما يتحرقليش هذاك الحليب اللي ساح قبيل وجلسكم بعد تجيني صعيبه في الغسيل. جوزت على لو بلون دو ترافاي، قلت هكذا باش نتهنى من الكوزينه باش نروح نحط القشي في لا ماشين لافي تغسل. خاطر البنات اليوم راح نخدم 3 لافاج. قلت لا ماشين راهي تغسل وانا ندير في المحجوب. تعرفوا المحجوبه تحكم شويه اليد. اليوم كامل راهم طالبين المحجوبه في الدار، غير المسيو حاب عيش ولا كما يقولوا البعض بركوكس. لا بريبار فوطا بعد المحاجب صافي. قلت ندير محاجب للغدا والعشاء ان شاء الله ندير عيش. انا حكمت الكوزينه وبنتي جوزت على الصالون، رتبت الحاله ومسحت لا بوسيار. مليحه البنات المعاونه، يا لو كان حاجه خفيفه نحي ليك. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هنا البنات بديت نعجن في المحجوبة وقلت في نفس الوقت راح نهضر على موضوع آخر. خاطر المحاجب راني حطيتها ديجا في فيديو وحده، الفيديو اللي قبل هذا. الموضوع اللي راح نهضر فيها البنات هو غسيل الحوايج ولا غسيل القش في لا ماشين لافي. كل وحده عندها طريقتها الخاصه في الغسيل، عندها لي زاستيوس نتاعها باش يخرجوا لها الحوايج نظاف. كل وحده عندها رايها الخاص في غسيل لي شوسور في لا ماشين. كاين نساء ما يغسلوش صبابط في الماشينه خاطر يعيفوا، وكاين اللي رايهم مخالف يغسلوهم في لا ماشين وعندهم طرق خاصه تاعهم كيفاش يعقموها ابخي هذا لو لافاج. كل هذه الامور البنات راح نهضر عليها اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو. نبداو بغسيل الحوايج البنات. كامل متفقين باللي باش يخرجوا الحوايج نظاف ومفحفحين لازم لنا الليكيد ليسيف يكون مليح، واكيد كل وحده فينا راهي مجربه وعلى بالها واش يخرج عليها. كاين اللي تكتفي بالليكيد ليسيف وحده، وكاين اللي تزيد حوايج كيما مثلا المنعم الملطف، تزيد الخل، كل وحده وكيفاه. وثانيا البنات نحطوا الحوايج البيض مع بعضاهم والحوايج الكحل مع بعضاهم والقش الملون نحطوه ثاني مع بعضاه ونزيدوا له هذيك اللانجات هكذا باش ما يفسخش على بعضاه. لو كان يعني كانوا فيه من الحوايج اللي يفسخ. انا حقيقه نغسل لي شورسير في لا ماشين خاطر انا ما عنديش الوقت يعني باش نغسلهم على يدي. مي قبل ما نحطهم لازم نقيلهم مليح لا سمال، ومن بعد كي نغسل صافي كي تكملوا لافاج هذاك نزيد نعقم لا ماشين بيان هكذا باش ما تقعدش يعني فيها الريحه تاع الصبابط هذوك ودير الريحه في الحوايج اللي نحطوهم بعد. المهم البنات خليت الصبابط تغسلوا، درت لهم ساعه ورجعت هنا للمحاجب اللي نعجن فيهم. انا عاده يعني نعجنهم بالبيترا، المره هذيك حبيت نديرهم في القناه عجنتهم على يدي. مادامتي قادرة تشري دجاجة مريتة وواجدة من السوق شريها وارتاحي، وإذا قادرة تشري عجانة باش تعجني بيها ثاني شريها وارتاحي. اشري الجبانة مفركة وواجدة وين راهو المشكل. كي تشري نشافة تمسحي بها شريها مع مونش تاعها وتكون سهلة للعصر والتنظيف إذا قادرة ماديا طبعا. وأي واحد يقولك فنيانة ما تديريش عليه، لأنه مش لازم نموتوا من التعب باش الناس يقولوا علينا فحلات وقافزات. الجيل الكبير اللي زرعونا فكرة انه خدمة الدار والكوزينة تعني انك قافزة. 90% منهم عندهم روماتيزم وآلام المفاصل وأمراض ما تلقايلها لا بداية
ولا نهاية. إذا قادرة تشري وتديري أي خدمة بطريقة تخليك مرتاحة ديريها وما تتردديش. الاهتمام بدارك وعائلتك مش راح يكون ناقص إذا درتيه بطريقة تخليك مرتاحة، بالعكس راح يخلي عندك وقت تستمتعي فيه مع. انا خليت لي بول تاع المحاجب يرتاحوا ولقيت له لافاج كمل، ولقيت هذوك الصباب يشعلوا شعيل. الحاجه المليحه انهم شايحين من الماء، غير شويه شمس برك ولا نحطوهم حدا الشوفاج يشيحوا. كاين بزاف ناس تشكي من الريحه اللي مش مليحه اللي تبقى في الحوايج والقش بعد الغسيل نتاعهم، وهذا واش درت انا اليوم. والحل اكيد لازم نفيريفيو لا ماشين دو طون زون طون، خطره على خطره لازم ننظفوها. لكن قبل ما ننظفوها يعني ابخي شاك لافاج، اول نصيحه نمدها لكم واهم نصيحه انه نحاولوا نشفوا لا ماشين ديما بعد كل استعمال، خاصه في الجوال اللي تحت هذوك وين يقعد شويه ماء، وهذاك الماء لو كان ما الناس في ما نشفوش راح يغمل، يقعد الفم ويغمل. وثاني نصيحه واحده اخرى، ديما نخليو الباب مفتوح هكذا نضمنوا انه ما ديرش الريحه. كما شفتوا اول حاجه بديت بها هي لو فيلتر هذاك، كي نحيوها البنات نلقاو فيه العجب المعجب، لي زيبانغ الحوايج الصغار. انا لا ماشين تاعي ما تفوتش يعني الحوايج الكبار. مي كاين دي ماشين مش يعني ماشين مش كي بعضهم، يعني كاين اللي تلقى يلقاو دراهم في الفيلتر، يلقاو لي لانجات اللي يحطوهم مع القش، المهم يلقاو فيهم بزاف حوايج. كما شفتوا البنات نظفت بيان هذيك البلاصه تاع الفلتر بيان بالبغوصه دون، ونشفتها بهذا الطورشون با مال دو فوا، يعني نمسح ونشلل حتى خرجت الطورشون هذه نظيفه. ومن بعد زدت رغبنت هذاك الباب تاع لا ماشين من برا ومن الداخل، ميم رغبنت هذاك الجوال اللي الداخل والبلاصه تاع الجوا هذيك. ومن بعد نحيت لو باك اليسيف، درت له البرودوي خليته يترنخ شويه، ونشفت هذاك الباب بيان هو والجوا هذا بشيفون ميكروفيبر. القرآن خير صاحبا، إذا صحبت القرآن صحبتك السعادة في كل شيء. وإذا قللت أرزاقك من صحبة القرآن ستجد بأنه ستقل أرزاقك من كل شيء، حتى لو كنت تظن بأنه أنت مستمتع في هذه الحياة إلى الحد الذي تريد. ما في أجمل ولا أحلى ولا أطيب من العيش مع كتاب الله سبحانه وعز وجل، بل العيش مع كتاب الله سبحانه وتعالى يجعل حياتك في كل أمور الدنيا أجمل. فمنه المنطلق إليه الرجوع، هو العدسة اللي بتستطيع من خلالها أنك أنت إذا شفت أي شيء في الحياة مهما كانت فوضى الحياة ومدخلاتها تستطيع أن ترى الأشياء بوضوح، تستطيع أن تفهم الأشياء بوضوح. هو الذي يجعل أقدامك ثابتة على الأرض، هو الذي يجعل مشاعرك في حالة اتزان، هو الذي يجعل سلوكك وتصرفاتك هو معبر عن النسخة الأفضل منك. فالقرآن خير صاحبا. كيما شفتوا البنات هنا غسلت لو باك اليسيف وغسلت لو فيلتر هذاك بيان، شللتهم وخليتهم يستقطروا بعد باش نردهم. وهنا درت ترغوين لا ماشين من برا. وفي هذا الوقت قلت نرد على شويه تعليقات جاوني في الفيديو اللي فات. انا يعني غالبا راني نرد على التعليقات مباشره، يعني اللي علقت وسالت ترجع برك للتعليق تاعها تلقاني رديت عليها، واللي ما رديتش عليها اكيد راح نرد عليها في فيديو من الفيديوهات. هنا البنات راني بخاس كملت فحفحت لا ماشين، بقى لي برك نعقمها. انا يعني عمليه التعقيم هذا تاع لا ماشين لافي ولا لافيسال كيف دو طون زون طون نعقمهم، خاطر هما اللي نحيو الوسخ من الحوايج والماعن، يعني اكيد لازم يتعقموا مره على مره، حتى وان كان فيهم نظام تعقيم لازم نزيدو نعقمهم. انا كما شفتوني هنا راني حطيت نص تاع قارصه فيها شويه دونتيفريز، وحطيت البيكربونات، وحطيت لا كابسول هذيك تاع لافيسال، ودرت لهم 30 مينوت وخليتهم يدوروا. راح نلقاها يعني من بعد خرجت توب دي توب. ولا البنات هذوك ارتاحوا بيان. جيت نطيب المحاج، وفي نفس الوقت راح نرد على شويه دي كومونتير. كاين زوج تعليقات ولا ثلاثه قالوا لي في الفيديو اللي فات باللي الصوت تاعي ماهوش واضح. صح، انا البرنامج هذا اللي راني نتبع فيه تاع المونتاج هو اللي خرج لي صوتي كذا يبان مغموم.
على الاول صافي ما فهمتش منين يجي، ومن بعد فهمت. قلت نكمل في هذا لا فيديو بيسك سي بون. بديت المونتاج وكل شيء، ومن بعد كي نكمل ان شاء الله نحطه لكم. راح نديزانستالي هذا البروغرام ونشوف بروغرام واحد اخر. خاطر انا على الاول كنت نحسب فيه التليفون تاعي هو اللي فيه دار لي هذا المشكل. السؤال الثاني دائما البنات، ديما نلقى هذا السؤال: انت منين؟ من باتنا، من خنشله. خاطر كانت القناه تاعي سابقا كانت تدعى لمسات خنشليه، وانا نقول لهم راني نسكن في باتنا. على هكذا دائما يجيني تساؤل: اسكو تسكني في باتنا في خنشله؟ انا يعني نقدر نقول انتمائي ل4 ولايات. يعني انتمائي اولا الجزائر، بصح نقدر نقول انتمائي ل4 ولايات في الجزائر. علاه؟ لانه البنات انا من مواليد الجزائر العاصمه، يعني زدت في الجي بالضبط في مصطفى باشا، لان كنا نسكن ثم في العاصمه في حي ديدوش مراد بحكم عمل الاب. كي رجعت عمري 4 سنوات، انتقلنا الى دائره عين البيضاء ولايه ام بواقي. قريت سنه اولى وثانيه ثم في البيضاء، ثم من بعد انتقلنا الى ولايه خنشله. ثم كملت الابتدائي نتاعي، بديت السيزيام من ثم من مدرسه التربيه والتعليم اللي في خنشله راهم يعرفوها. من بعد انتقلت للسيام تاع وقاد الخميسي، بديت الهليه من ثم. زدت قريت في ثانويه شيحاني بشير، بديت الباك من ثم. جيت لباتنا في قريت الجامعه تاعي في باتنا، من ثم تزوجت ولحد الان راني نسكن في باتنا. هنا كملت المحاجب، تغدينا. انا هنا حطيت راسي، رقدت شويه، وكي نضت البنات بديت نقرا في هذا الكتاب لانك الله كتاب رائع. هنا بنتي راهي دارت لي التاي، وشحال موت كي نقعدوا واحد يجيب لي كذا قهوه ولا تاي. شكون كيفي كذا تحب الحاجه هذه؟ أنت امرأة خلقتي لتجعلي هذا البيت جنة، تعرفي اللي ليها واللي عليها ببيتها مهما كانت مشغولة. بيتها رقم 1 يعتبر. مو معناه أنا مشغولة بيتي يكون آخر اهتماماتي، لا. أنت امرأة خلقتي لتجعلي هذا البيت جنة. لو بيتك ما صار جنة معاكي راجع حسابات أنثتك. لازم يكون بيتك جنة، لأن الأنثى بيتها مرايتها. فمرايتك كيف؟ هو مرايتك، هو مرايتك. زي ما الرجل زوجته كمان مرايته. لو هو إنسان متفهم، إنسان يعرف يدير حوار، إنسان دخل بمبدأ الوضوح في الزواج والحنان والعطف، زوجته تنور معاه إذا أصلها طيب وجوهرها جيد ومتزن، الزوجة تنور معاه. ولو الرجل هذا ما كان ناضج وكان يتعامل بندية وفاهم الواجبات والحقوق غلط ومسوف أو مهمل أو غير مبالي أو هارب، يهرب من المشاكل، يهرب من المواجهة، يهرب من الخلافات، إنسان إذا صار شيء ما يواجه، فبالتالي هذا إنسان حيتعب في حياته ويتعب شريك حياته وما حيوصل للاستقرار. هنا البنات بعد ما ارتحنا قعدت مع الأولاد وحكينا في الأمور اللي تهمهم وسولفنا كما يقولوا جماعة الخليج. نضت هنا نوجد العشاء، راح ندير البنات عيش ولا بركوكس بالخليع والفول البنات راكم تشوفوا كيف راني ندير في العيش. يعني الفيديو راهو يعبر عن نفسه. وفي هذا الوقت راني نذكر اسماء المشتركات الوفيات اللي اخترتهم المره هذه باش نذكر الاسماء تاعهم. كاينه ام جليل من باتنا، زهره من ام بواقي، وفاء من الجلفه، سهام من بريش، ام جوري وجنى. هذه المتتبعه البنات قالت لي بلي راهي في شهرها تطلب الدعاء ان شاء الله ربي يسلك حالها. دعوا لها البنات ان شاء الله ربي يسهل لها ويسلك حالها. كاين ايضا لميس القصر. هذو بالنسبه للمتتبعات، هذو ما ذكروش يعني الولايه اللي منها. لميس القصر، كاينه ساره، ابتسام والكثيرات، ويسمحوا لي ما ذكرتش اسمائهم. الفيديو الجاي باذن الله. كما شفتوا البنات بعد ما دهنت العيش راني حطيتو على هذاك البصله واللحم والخليع عم يتقلاو باش يدير يهز الفوره الاولى بعد ما دهنتو.
من بعد كي نهز الفرة الاولى هاني نحيتو ونروح نمرق هذاك البصلة هذيك، نمرق هنا بالماء سخون. وفي المرحلة هذه نزيد الحمص ونزيد الخضرة ونزيد الفلفل. وهنا قلت لكم درت اضافة يعني جامي درتها اول خطرة، ضفت الكرافس، عطاه واحد البنة البنات روعة العيش. يعني هذا كليتو من عند جارتي، بعثت لي العيش تاعها، هي جزائرية، قالت لي حنا نديرو الكرافس في العيش. قلت حتى انا ولا غير نجربو ولا غير جا بنته يعني باينه روعه. قلت حتى انا ندير العيش ونبعث لها لجارتي ان شاء الله حتى هي تذوق. لي وصلت هذا المقطع من الفيديو البنات تحط لي جيم فضلا وليس امرا، واذا عجبكم الفيديو شجعوني باش يكون مزيد من الفيديوهات. الى الفيديو القادم ان شاء الله، نخليكم في رعاية الله وحفظه. الى اللقاء.